إن فرنسا تعيش على الريع المغربي، عايشه على ظهر المغاربه. حنا باقيين تابعين هاد فرنسا واللي عايشه على ظهرنا اصلا. ان فرنسا عايشه الفرنسيه غير كتفوت المطار ما كتقصح والو. حدك فرنسا والترجمه ديال العلوم كتاخذ 4 سنين، يعني حنا كنتخلفوا ب4 سنوات لان المصدر ديال المعرفه كناخذوه عن طريق فرنسا اللي اصلا هي متخلفه ولا مترجمه تخلفت علميا، تخلفت اقتصاديا، تخلفت اجتماعيا. حنا باقيين تابعين هاد فرنسا واللي عايشه على ظهرنا اصلا. ان فرنسا عايشه بموجب الاتفاقيه السريه اللي اكس ديفان عايشه على ظهرنا. حنا كنخلصوا لي غوتريتي، كتاخذ لنا العائد ديال الفوسفات كتاخذوا هي. لي مارشي ما يمكن لناش نعطيوهم الا الا وافقت عليهم. الفوسفات كتاخذوه طبعا كتاخذ فيه 80% ولا ما عرفت 60% الى يومنا هذا. الى يومنا هذا. والله هذه الاتفاقيه لن تنتهي الا في 2050 وهي سريه. هذو بعض الاجزاء اللي ظاهرين منها. وشوف هذيك 2050 واش حنا غنتفكوا لنا ولا ما. ديال المعلومه لان معلومه مهمه. ان فرنسا تعيش على الريع المغربي، عايشه على ظهر المغاربه.